السلام عليكم. في البداية يا ريت نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. رحلة طيران أمريكية بدأت سنة 1955 وبعدها اختفت، ورجعت ظهرت تاني سنة 1992، يعني بعد حوالي 37 سنة. لغز الرحلة 914. وهل هي قصة حقيقية فعلا ولا من قصص الخيال؟ كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة مع بعض، فتعالوا بينا نبتدي الحكاية. في يوم 3 يوليو سنة 1955، وبالتحديد من مطار نيويورك، رحلة طيران أمريكية بتنقل 57 راكب في رحلة مدتها ساعة ونص تقريبا من مطار نيويورك إلى ميامي. وعلى حسب الأخبار اللي انتشرت في الوقت ده، إن الطيارة بعد ما أقلعت بمدة بسيطة جدا اختفت من على الرادار، وفضلوا يدوروا عليها في كل مكان ممكن تكون الطيارة وقعت فيه أو اختفت فيه، لكن ما كانش للطيارة أي أثر. وفضلت عمليات البحث مستمرة لمدة 3 شهور كاملين، لحد ما أعلنوا إن الركاب اللي كانوا على الطيارة يعتبروا خلاص من الوفيات، ولم يتم العثور على أي حطام للطيارة ولا أي شيء يدل على وجودها، واتقفل الموضوع خلاص على كده. وحصل أهالي الضحايا على تعويضات كبيرة جدا، لكن المفاجأة، وبعد 37 سنة، وبالتحديد سنة 1992، من مطار فنزويلا، مراقب المطار كان قاعد على الرادار بشكل طبيعي جدا، وفجأة لقى إشارة غريبة أو علامة معينة ما كانش فاهم ولا عارف هي إيه ومعناها إيه. لكن بعد شوية ظهرت الإشارة دي إنها طيارة، وبدأ قائدها يتكلم معاه ويقول له هو إحنا فين، ويستأذنه إنه يهبط بالطيارة. لكن المراقب سأله هنا: أنت جاي منين؟ ورحلتك متجهة على فين؟ وحس إن في حاجة غريبة بتحصل، لأن الطيارة هو ما عندوش علم بيها ولا متبلغ عنها في أي خط سير. لكن بعدها الطيار قال له إنه الرحلة 914، وإنه المفروض يهبط في مطار ميامي. الأمر اللي خلى المراقب يستغرب جدا، إيه اللي جاب مطار ميامي لفنزويلا؟ وده اللي أكد للمراقب إن الأمر غريب. لكن في الآخر أذلوا بالهبوط. وبعد الطيارة ما هبطت، الطيار اتفاجئ إنه سنة 1992، يعني بعد 37 سنة من بداية الرحلة، وإنه هبط في مطار فنزويلا اللي بيبعد عن ميامي بأكتر من 1800 كيلو متر. بدأ الركاب يحسوا بحالة من الرعب والفزع، وما كانش أي حد فاهم إيه اللي بيحصل، ولا كان حد قادر يستوعب الأمر. لكن بعدها طلب الطيار من المراقب إنه هيقلع تاني، وبالفعل شغل المحركات وبدأ يتحرك بالطيارة. وحسب الأخبار المنقولة ساعتها إن بمجرد ما الطيار اتحرك، اختفت الطيارة تماما من على الرادار، وما بقاش ليها أي وجود تاني. وبعدها بمدة ظهرت في مطار ميامي وهبطت هناك، وعرفوا ساعتها في المطار إن دي الطيارة اللي كانت على رحلة 914 واللي اختفت من 37 سنة. بعدها بدأ الركاب ينزلوا وبدأوا يروحوا بيوتهم، لكن حصل ساعتها جدل كبير جدا في كل الصحف، إن إزاي طيارة بعد 37 سنة ترجع تاني والركاب عليها زي ما هم، وإنهم كانوا فين المدة دي كلها. وهنا ظهر 3 تحليلات للأمر ده، لكن كلهم أغرب من بعض. التحليل الأول معانا هو إن الطيارة بعد ما أقلعت من المطار دخلت في حقبة زمنية تانية، أو بمعنى آخر ثقب أسود المعروف باسم السفر عبر الزمن، وإنها قدرت تسافر في المستقبل بعد 37 سنة. وإن الطيار لما هبط في فنزويلا وطلب بعدها إنه يقلع تاني، رجع من نفس المكان أو نفس الثقب الأسود، وقدر بعدها يهبط في مطار ميامي. لكن التحليل ده قوبل بالاعتراض الشديد، لأنه لو صحيح فعلا كانت رجعت الطيارة إلى ميامي في نفس العام 1955 وليس عام 1992،
التحليل التاني هو إن في مجموعة من الفضائيين بعد إقلاع الطائرة سحبوها وقاموا ببعض التجارب على الركاب الموجودين، وإنهم بعد ما خلصوا التجارب دي رجعوا الطيارة تاني لنفس المكان، وكان الأمر مر عليه 37 سنة. لكن برضو التحليل ده قوبل بالرفض الشديد. أما عن التحليل التالت معانا، هو إن الطيارة وهي طايرة في الجو مرت على مثلث برمودا وحصل لها بعض التغيرات في الزمن. لكن هذا التحليل برضو قوبل بالرفض، لأن كل الطائرات اللي دخلت منطقة برمودا اختفت تماما ولم يصبح لها أي وجود. طب لما كل الفرضيات دي قوبلت بالرفض، طب يبقى إيه اللي حصل؟ وإيه هو السر؟ وبعد كل محاولات البحث والكشف عن كل الملابسات، قدروا يوصلوا إلى التفسير الأقرب للي حصل، وهو إن أول ذكر للحادثة قبل انتشارها بالشكل ده كانت من خلال مقال في جريدة أنشئت عام 1979. وكانت الجريدة دي معروفة ومشهورة بإنها بتعرض مواضيع ومقالات خالية من المصداقية. لكن بالرغم من كده الجريدة دي كانت منتشرة وبشكل كبير. وهنا بنرجع لسنة 1985 لما الجريدة كتبت مقال عن الحادثة، وبعدها أعادت النشر مرتين، سنة 93 ومرة تانية سنة 99. لكن المحققين بعد ما اطلعوا على المقالات الثلاثة لقوا إن في كل مقال اختلاف، وهو إن تاريخ هبوط الطيارة مرة كان سنة 85 ومرة سنة 90 ومرة سنة 92. ده غير إن الصور الموجودة في المقالات كانت لطيارة غير اللي موجودة في الرحلة، وكمان صورة قائد الطيارة في كل مرة كانت بتتغير. الأمر اللي خلى احتمال إن القصة تكون خيالية من خيال الكاتب هو احتمال كبير. لكن بالرغم من كل ده فضل الجدل موجود بين اللي بيؤكد وجود الرحلة والبعض اللي بينفي هذه الأحداث، وبتبقى كل الفرضيات مطروحة لأغرب رحلة في تاريخ الطيران، وهي الرحلة 914. وبكده انتهت حلقتنا. مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي موضوع ياريت تبعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة عنه. وفي الختام، سلام.